السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد تساوي طاط جديدة. اليوم ان شاء الله الفيديو رابع كليبات ديال امريكا. درنا 3، درنا نيويورك ستايل ياك، درنا شيكاغو، درنا كاليفورنيا. اليوم غنديرو لاباط بيتزا ديترويت ولا ديترويت، معروفة واحد المنطقة اللي ولاية فيها ديال ميشن، حتى سميتها ديترويت. معايا هاد لاباط هي لاباط كلاسيك، لاباط كلاسيك ديال الولايات المتحدة الأمريكية. سامارش طريقة العجن شنو غنديرو فيهم؟ لا روسيت ديال هاد لاباط كلاسيك امريكان ديترويت. شوف 650 غرام ديال الدقيق 00 الخاص بيتزا، ولا تقدر دير 500 غرام ديال الطحين و150 ديرها سيمولينا. الناس اللي كيبغيو يعجنوها بالبوليش بالبيكا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الكميه ديال البوليش والكميه اللي غادي نمرها ديال الدقيق. سامارش معلينا 650 غرام ديال الطحين، المقابل ديالو 500 ملم ديال الماء، 40 غرام ديال الزيت، 10 غرام ديال العسل، 12 غرام ديال الملحه. اما بالنسبه للخميره شوف 11 غرام الا كانت فريش، 4 ونص ولا 5 غرام الا كانت هكا جافة ولا سريعة. سامارش. دابا طريقة العجن، طريقة العجن سهل كما كنديرو ديما. عجن ممكن غير هاد المرة غندير بواحد الطريقة واحدة أخرى، فهمت؟ غنسبق الماء هو الأولاني، الطحين هو اللي نخليه هو الثاني. سامارش. يلاه معاك. كنشدو واحد الباك كنخويو فيه الماء أول حاجة، الماء كامل، من بعد كنخويو الخميرة، كنخلطو ديك الخليط الأولاني مزيان. من فوق كتخلط ديك الخليط الأولاني مزيان، الخميرة والماء، حتى كتذوب ديك الخميرة كومبلي. تذوب ديك الخميرة كومبلي كنحطو الكمية ديال الطحين، ولكن كنخليو مثلا كتخوي 500 غرام وكتخلي شي 150 غرام. ديك 150 غرام كتبقى تدلك بها وكتحطها في البوطاجي شويه باش كتجمع بها العجينه، حيت العجينه كتخرج شويه رطبه، يعني كتخرج جاريه، فهمتيني، حيت اصلا باش تكون منفوخه معجنه كما غنخلي لكم في الغلاف ديال الصوره ديال الفيديو. صافي كتبقى تجمع المكونات كاملين كومبلي. من بعد كتزيد المكونات، كتزيد العسل، كتخلط عاوتاني مزيان. يفوق كتخلط عاوتاني مزيان، كتزيد المكونات الاخرين، الزيت، الملحه، تدريجيا نتا كتجمع عندك المكونات كومبلي. غير ما خصك تخلي حتى شي حاجه في الباك، حتى كتعاون بشي سباتول باش ديك العجين اللي كان ملصق في الاخر كيدخل في العجينه. صافي كتبقى تجمع كما كتشوف. راني زدت الملحه، من بعد واحد شويه غنزيد الزيت، كتبقى تدلك كلشي. هذيك ديال العسل اللي راني حيت، كتزيد شويه ديال الدقيق اللي بقى لك تما، ولكن كتخليه باش تبقى تدلك به كما كتشوف. اخر حاجه حتى هي الزيت. اي فوالا كنبقى نجمع بشي المكونات كاملين يتجانسوا، وهاد العجينه هادي كتجي شويه جاريه. من بعد اين فوا غنسالي من العجينه نخليها ترتاح لمده 4 ساعات كما كشفتوا. كما ما قلت لكم سباتولا كنحيد مع العجينه، اين فوا نسالي بها خاطر ترتاح 4 ساعات في بلاصتها. ملي غادا ترتاح 4 ساعات غنكون طبقه الكلوتين بالطريقه ديال التسكوير ولا الدلك. من بعد ترتاح ساعه، اين فوا ترتاح ساعه صافي كنخشيها في شي باك. تما كتشوف طريقه الاستعمال ديالها كما بغيتي نتايا. كما كتشوف دابا المكونات كاملين كيدخلوا العجين، حتى شي حاجه ما بقاتنا في الباك. كما كتشوفوا معنا العجينه ديالنا غاديه وكتكون بشويه بشويه. الشكل ديالها كيكون بحال هكا يعني جاري، حيت راه كتشوفوا 650 غرام فيها 500 غرام ديال الماء. ولكن اللوغو ديالها كيجي زوين في العجن، مجربه يعني ماشي كنكذب عليكم ولا شي حاجه، يعني كتجي اللوغو ديالها زوين. اصلا هي كتجي منفوخه. ديك الكميه الطحين اللي كتبقى معنا كما كتشوفوا كنزيدها تدريجيا وكندخلها مزيان وكنعمرها معها مزيان باش ترتاح، وكنقوم بديك التدليك ديالها كما كتشوفوا. جمع هنايا ودخل في الوسط، جمع ودخل في الوسط، جمع ودخل في الوسط، يعني عادي حتى ديك الطحين ما يبقاش كومبلي. ديك المكونات كاملين كيدخلوا في
العجين ديالنا باش حتى شي حاجه ما تبقى. وهذه هي الطريقه الصحيحه ديال العجن. انا كل مره كنعطيكم طريقه، وكل طريقه اللي عجباتكم ديروها واستعملوها. المهم اللي كنقول لكم ديما المكونات خصكم تفرقوهم باش يعطيكم واحد اللوغو زوين للعجين، يا باليد يا بالماشين ما كانش الفرق، غير الماشين كيساعد واحد شويه ما كيعذبش، اما باليد شويه. انا كنقولكم هادشي الناس اللي ما عندهمش الماشين، والناس اللي كيبغيو يديروا واحد اللوغو زوين ديال البيتزا كما كتشوفوا من على العجين راه باين مرطب، ولكن راه كيعطي واحد السمك واحد اللوغو زوين وما كيتقطعش ملي كيرتاح، باش تعرفوا هادي وصافي. من بعد نخليوها ترتاح واحد ربع ساعه، يعني 15 دقيقه في بلاصتها. من بعد نقوموا بالتكوير ديالها. من فوا نقوموا بالتكوير ديالها غادي ترتاح عاوتاني ساعه. من بعد نخشوها في الباك. تقدر تستعملها ديريكت، تقدر تخليها ترتاح 4 السوايع، وتقدر عاوتاني تخليها 72 ساعه باش تعطيك واحد اللوغو اكثر. علاش هي ما كتخبزش، ما كتسرحش في سميتو لافير، وكتخشي في الرمله. هي بحال تقريبا بحال شي كركس تقريبا. الخدمه ديالها شويه قاصحه باش تعرفوها، راه التصوير شويه قاصحه باش كتجينا جاريه مرطبه بالعربيه بتاعنا. تنقول لكم علاش. والطريقه الخدمه ديالها تتشوفوا ان شاء الله الفيديو اللي غنديرو خاص بهم. يعني دابا هادي اخر باك ان شاء الله ديال امريكان، من عندكم باك طبيعيه، طبيعيه الخميرات الطبيعيه. ندخلو في التعمار ديال عجين البيتزا ما علينا، نخليوها ترتاح 15 دقيقه. سي زكريا رانور نخليوها ترتاح 15 دقيقه. اون فوا ترتاح 15 دقيقه، من موراها شنو؟ من موراها الشبكه البروتين يكونوها مزيان. من بعد ترتاح ساعه. الناس اللي بغاو يخدموا بها شنو كدير؟ اون فوا خليها ترتاح ديك الساعه، تعطيك المول مربع كيكون بحال هكا، كيخشى في الخلاط مول مربع تبدا بها ترتاح. مور ديك الساعه الناس اللي كيبغيو هي عندها جوج طرق ديال التخمير وديال الراحه ديالها. يا اما ترتاح 4 السوايع، تخدم بها، يا اما ترتاح 72 ساعه في الثلاجه. 72 ساعه يعني يومين وشي حاجه. سامارش هي الطريقه ديال الراحه ديالها. دابا انايا شنو لكم غير اللوغو ديالها ترتاح 15 دقيقه، الشبكه البروتين تفور شويه، مورا ترتاح ساعه. مي فوالا دابا غادي نخليوها ترتاح. كنشدو معجون بسباتيل باش كنجمعوها كنديرو على شكل كرة باش مبقاش نلقانا لاصقة، لحقاش باليد غادي تلصقنا في اليد حيت مازال ما ارتاحت مزيان. كنجيبو واحد بابي سلوفان وكنغطيوها وكنخليوها ترتاح لمدة 15 دقيقة في البلاصة ديالها، وغنشوفو السمك ديالها كما غتشوفو معنا. هي كما دازت، هي طبقات لكم اللي قلت تكونت مزيان. نحطوها دابا فوق البوطاجي، نمسحو البوطاجي ديالنا مزيان. اول حاجه نمسحو مزيان، وثاني نعاودو عليه كاريط ولا بابي ضروري. من بعد غادي نرميو شويه ديال الطحين، وغادي نقومو بالتدليك ديالها. يعني اخر كميه ديال الدقيق اللي كانت عندي من ديك 150 كنرشوها هكا شويه. اي فوالا، كنحطوهم وكنشو شويه فوق اليدين ديالنا وكنقومو بالتدليك ديالها. راكم عارفين طريقه ديال التدليك كي شنو هي. جمع في الوسط وخشي لداخل كما كتشوفوا. العجين ديالنا تبارك الله يعني بدا كيتقوى. جمع وخشي في الوسط، جمع وخشي في الوسط كما كتشوفوا. يعني الطريقه اللي كنوريها لكم ديما باش شبكه الكلوتين تقوى نيشان كما كتشوفوا. يعني بدات العجينه ديالنا كتبان كي دايره. من فوا صافي باش ما نطولش الفيديو، كنشدو واحد الباك كنديرو فيه شويه ديال الزيت. هي راه كتحتاج الزيت، راه بحال الفوكاتشا. شدو واحد الباك نخشيو فيها، نحطوها نخليوها ترتاح لمده ديال ساعه. من فوا ترتاحنا عاوتاني في الباك لمده ديال ساعه. بعد ما دازت ساعه كتشوفوا راه يعني ارتاحت ديال بصح. نشدو واحد الباك كنحطوها فيها. اي فوالا. من بعد خصها تخليها ترتاح 3 السوايع تخدم بها، يا اما
اختيها في 73 ساعة تخدم بها. وهذه هي طريقة ديال التترويت، لاباط ديال التترويت، وما الطريقة ديال التعمير وكيفاش تعمرها من بعد ان شاء الله الفيديوهات القادمين ان شاء الله. يعني ندخل في 21 نوع ديال البيتزا نوريكم كيفاش. كما كتشوفوا العجينة ديالنا كي دايرة يعني الاستيك. هذه واحد، جوج رطبة يعني ما قاصحاش. فوالا راك يعني بالفيديو راه كيبان لكم كلشي. ودابا غتشوفوا السمك ديالها كي داير والقوام ديالها كي داير. فغنحطها في الباك. ضروري الزيت، هي كتحتاج الزيت بزاف. راه كتشوفوا في 650 غرام درنا 40 غرام ديال الزيت. اي فوالا هذه هي العجين ديالنا. شوف دابا كيف راه كتهبط على الجوانب غير بوحدها. كتزيد لها شويه ديال الزيت، كتسرحها مزيان باش ترتاح، باش تطلع فواحد الشكل اللي يكون طالع وصافي. اي فوالا تقدر تسدها. وهذه هي البيتزا ديال الترويت. دابا غتشوفوا السمك ديالها كي داير، حيت غلاقه. شوفوا تبارك الله يعني ما كتلصقش، كتهبط وكتطلع كما كتشوفوا. يعني الاستيك ديال بصح وما كتجوش قاصحه على كريسبي، كتجي هشه بزاف يعني سبونج، يعني كتجي سبونج بزاف. وهذه هي البيتزا ديال الترويت. نتمنى تكون عجباتكم، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله، ونخليكم مع الشرح النيابي. القوام ديالها اش غنقول لكم بحال الفوكاتشا يعني واحد. غادي نقلب عاوتاني عاوتاني نفتحوها شويه نشوف عاد الجوان تاعها. شفتو درتي تما السمك ديالها. شوف طريقة التخمير ديالها. كنديرو الطبقة ديال البروتين في الأول، كنجمعوها مزيان. من بعد كنخليوها ترتاح ساعة. من بعد غنحطوها هنايا. كنت باغي تخدم بها خليها ترتاح 3 سوايع. طول فيها في التخمير، خلاتني نسبوع ساعة في نيبيرة على درجة بين 18 حتى 25 كيما هي. حتى انا الفيديو ديالي كيكون ساهل. من الطريقة ديال التسريح ديالها هي وشي كيكونو مختلفين على البيتزا. كيجيو بحال هادي كتجي بحال فوكاتشا هي معمرة، واش معمراش فيها غير شوية ديال الطور ومطيشة وكدا. هادي معمرة المطيشة يعني بزوز ديالها بكلشي ديالها. هادي واحد، جوج شي كيكون ثلاثة. الفيديو ديالكم ديالنا ساهلة، متنساوش تجيبو وبارطاج.